احنا دلوقتي بنتكلم ان احنا دلوقتي بنحتفل بالعام الهجري الجديد اللي هو النهارده 2 محرم، في سنة 1445. 1445 يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من 1445 سنة بالظبط. تمام. ايه قصة الهجرة وليه بنحتفل بيها؟ تمام. ليه ما بنحتفلش ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه ما بنحتفلش بمثلا زواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ اشمعنى التاريخ ده بالذات هو اللي احنا بنحتفل بيه؟ مبدئيا الاول النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ان هو بعث، واحنا عارفين ده كله، بعث في مكة وعاش في مكة 13 سنة من البعثة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 40 سنة نزل عليه الوحي يقول له يا محمد أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده وهو عنده كام؟ 40 سنة بالظبط. تمام. طيب، بعد ال 40 سنة دول قعد 3 سنين يبلغ الناس سري. يعني ايه سري؟ يعني يلف على الناس وينقي أصدقائه وأصحابه ويدعوهم للدخول في الإسلام، فكانوا بيدخلوا ده في السر من غير ما حد يعرف، لحد ما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين. يعني عرف قرايبك وعرف وعرف اللي انت تعرفهم كده أهلك. تمام. فعمل لهم وليمة ودعاهم للإسلام في بيته. وبعد كده نزل قول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر، يعني انشر الإسلام في كل مكان. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينشر الإسلام لمدة 10 سنين جهر. تمام. ده ملخص الحياة في مكة. وبعد كده بدأ المشركين طبعا يعذبوا المسلمين ويهنوهم ويضربوهم إيذاء شديد جدا جدا جدا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة من مكة إلى الحبشة اللي هي أثيوبيا دلوقتي. وكتير جدا من المسلمين هاجروا. وبعد كده النبي ما هاجرش. النبي ما هاجرش للحبشة. ليه؟ ممكن نبقى نقول الكلام ده في حصة تانية. تمام. لكن بعدين النبي صلى الله عليه وسلم آه، بدأ عايز يدور على مكان آمن. أهل مكة مش هيخشوا في الإسلام. اللي دخلوا في ال 13 سنة في الإسلام من أهل مكة كانوا 70 واحد تقريبا. تمام. وأعلنوا إسلامهم كانوا 70 واحد بس. فدلوقتي المسلمين عايزين عدد المسلمين يكتر. طب هنعمل إيه؟ إحنا عايزين ندور على مكان آمن نقعد فيه ننشر الإسلام براحتنا ونقرأ قرآن براحتنا ونصلي ونعبد ربنا براحتنا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يلف على كل القبائل اللي كانت بتيجي في الحج. إذا هو كان في حج قبل الإسلام، كانوا بيروحوا ويطوفوا حوالين مكة وكانوا بيعملوا ويقعدوا في منى 3 أيام زي ما احنا بنعمل بالظبط دلوقتي. تمام. والفترة دي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يلف على القبائل وعلى الخيم، خيمة بخيمة وقبيلة بقبيلة، علشان يعرض عليهم الإسلام. منهم اللي كان بيضربه، ومنهم اللي كان بيشتمه، ومنهم يعني اللي بصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم اللي ما ردش عليه، ومنهم اللي سابه ومشي، ومنهم اللي رد عليه وقال له والله الكلام ده كلام جميل وزي الفل، بس بشرط أول ما أنت تموت يبقى احنا اللي هنحكم الدنيا من بعدك. قال لهم لا. ومنهم اللي قال له احنا موافقين بس ننشر الاسلام في العرب بس، انما مكة انما الفرس والروم وبلاد اوروبا ملناش دعوة بيها. قال لهم لا، انا عاوز حد يشيل الاسلام كله على بعضه. لحد ما لقى النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ اخر يوم في ايام الحج لقى 6 ولاد شباب صغيرين قاعدين بيحلقوا شعرهم بعد ما خلصوا الحج. كده 6 شباب، مش شباب مش اطفال يعني. تمام. يعني ما فيش حد فيهم عمره يجيب 20 سنة. تمام. فتيان كلهم. فالنبي دخل وقعد معاهم وبدأ يعرض عليهم الإسلام.
الست ولاد اقتنعوا بالإسلام وكلهم دخلوا في الإسلام. قال لهم هتروحوا وتجوا السنة الجاية في نفس المكان عند نفس الحلاق ده، من غير ما تقولوا لحد ولا تعرضوا الإسلام على حد ولا عايز حد يخش في الإسلام. تمام. فروحوا وجولوا السنة اللي بعدها في نفس المكان عند نفس الحلاق، ولكن كان عددهم زاد شوية. تمام. يقال كانوا 12 رجل وامرأتان. وبعدين قال لهم هتروحوا وهبعت معاكم واحد من المسلمين اسمه مصعب ابن عمير. احفظوا الاسم ده كويس اولا. اسمه مصعب ابن عمير. ايه موضوع مصعب ابن عمير ده؟ مصعب ابن عمير ده كان اجمل فتيان قريش. شبه النبي صلى الله عليه وسلم، شعره طويل واسمر، وكان هو ابيض جدا، لحيته سمراء وتقيله وخطوطه حمراء. تمام. كان غني جدا جدا فوق ما تتخيلوا، لدرجة انه كان بيلبس العباية بيلبسها مرة واحدة بس. شفت الممثلين اللي بيجوا مثلا في المشاهد وبيطلعوا في البرامج، هو طقمه يطلع مرة بيه واحدة بس. تمام. قبل ما يلبس الهدوم كان بيغسل هدومه في البرفيوم، في العطر. فكان لما يمشي في شارع من شوارع مكة الناس تشم الريحة تقول مصعب بن عمير مر من هنا. العطر بتاعه بيفضل في الشارع يوم. يعني ده مثبتات ايه ده ولا ده يعني؟ اقول لكم بقى برفيوم اصلي؟ لا لا، ده فوق الاصلي ده معدي بكتير. كان بيبعت قافله تجيب له هدومه الحرير. الحرير البراند اللي بيلبسه من اليمن، والبراند اللي هو بيحطه برفيوم كان بيروح يجيبه من بلاد الشام. شفتوا عز بعد كده بقى، جمال وفلوس وحاجه بقى عظمه. لكن لما دخل في الاسلام امه بهدلته اخر بهدله. عذبته، ضربته، حبسته، عذبته، منعت عنه الاكل والشرب والفلوس. كانت حاجه بهدله خالص. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عاوز يخلصوا من الموضوع ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ اقترح ان هو يهاجر من مكه للمدينه علشان ينجو من العذاب بتاع امه وبتاع اهله. فبالتالي هاجر مصعب بن عمير اول سفير في الاسلام. يا ريت تعرفوا كويس قوي. تمام. اول سفير في الاسلام اسمه مصعب. اسمه عشان تحفظوه، مصعب ابن عمير. تمام. من هنا بدأ الاسلام ينتشر في المدينه. ايه اللي حصل بقى في المدينه؟ مصعب بن عمير ده راح لواحد اسمه اسعد بن زراره التميمي. تمام. كنتوا تبقوا حافظين اسمه اسعد ابن زراره التميمي. تمام. مصعب بن عمير راح قعد في بيت اسعد بن زراره. حلو جميل. واسعد بن زراره بدأ يجيب له الناس، ومصعب بن عمير يكلمهم ويدعوهم للدخول في الاسلام، والناس تخش في الاسلام. جميل. تمام. بس هل الكلام ده يرضي الناس كلها؟ لا. في واحد اسمه اسعد، اسمه سعد ابن معاذ. مين سعد بن معاذ ده؟ ده شاب عنده 30 سنة، لكنه مطاع جدا 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 في قومه. قومه بيحبوه قوي قوي قوي. اللي بيأمرهم بيه بينفذوه. هو شاب صغير، لكن عاقل جدا جدا جدا. تمام. محدش بيرفض له طلب. وبرضه بيخاف على قومه. تمام. فسعد بن معاذ ده ركزوا معاه قوي، مهم قوي، بطل من ابطال الاسلام قوي. تمام. آه، يوسف الجواز داخل متاخر، يبقى راجع الربع الاولاني بتاع الحلقه. المهم عمل ايه بقى اللي حصل؟ دخل مصعب بن عمير في بيت اسعد بن زراره. سعد بن معاذ عرف انه مصعب ده موجود في البيت وبيدعو الناس للدخول في الاسلام. فمصعب
أسعد بن زرارة قابل سعد بن معاذ، فسعد قال له خلي الثلاث أسماء معاك، افتح الشات وخلي الثلاث أسماء قدامك. سعد بن معاذ قال له اللي عندك ده خرجه من عندك ومن المدينة لإلا هموته. فقال له تعالى علشان أنا خايف أكلمه وهو راجل قوي، فتعالى أنت اللي تقدر تتغلب عليه. فراح سعد بن معاذ قوي رايح وماسك الحربة دي كانت زي ايد المقشة كده، كانت بتترمى كده، تمام. راح رايح وماسك الحربة في ايده، وراح قايل لمصعب بن عمير، بص بقى عشان تعرف ان النبي ما كانش بيختار اي حد. قال للمصعب بن عمير لا تخرج من المدينة لإلا هقتلك. اداله اختيارين اتنين، لا تخرج من المدينة لا هقتلك، مفيش اختيار تالت. مصعب بن عمير رد عليه رد، قال له ايه بقى؟ قال له طيب ممكن تسمعني. هو قال له اختيارين، لا هتخرج لا هقتلك. قال له ممكن تسمعني، ولو ما اقتنعتش بكلامي اقتلني، ولو اقتنعت بكلامي هخرج من المدينة. يبقى الاختيارين اللي انت عايزهم انا هنفذهم لك، بس اسمعني. قال له انصفت. اه اتفضل اتكلم، انت في بيتنا برضو المفروض تتكلم، لك حق الدفاع عن نفسك. اتفضل هتقول ايه؟ بس بعد ما تخلص لا هقتلك لا هتطلع بره المدينة مش بره البيت. قال له موافق. بدأ مصعب بن عمير يعرض عليه الإسلام. سعد بن معاذ الإسلام يبان على وشه. مصعب بن عمير يتكلم وسعد الإسلام بيبان على وشه. كان ماسك الحربة وواقف كده شوية، وراح واقف حاطط الحربة وراح إيه ساند عليها كده شوية، وراح قاعد مربع رجله وحاطط الحربة وراه، وقعد عمال بيسمع ومستمتع قوي بكلام مصعب بن عمير. أول ما مصعب خلص قال له ما هذا؟ قال له دين جديد. قال له وكيف أدخل فيه؟ قال قم واغتسل وقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هداه ربنا، قام استحمى وراح جاي قايل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أنا كده يا مصعب دخلت في الإسلام؟ قال له آه. قال له طيب خليك قاعد مكانك، ما تخرجش من المدينة ولا من بيتك، انت هنا معزز مكرم فوق دماغنا، وانا هروح مشوار وارجع لك. شوف، سعد بن معاذ، احفظ الاسم ده كويس قوي. خرج سعد بن معاذ جمع أهل المدينة كلهم يا معشر الأوس يا معشر الخزرج، جمع كل أهل المدينة وسألهم سؤال، قال لهم ما رأيكم فيه؟ ماذا تقولون فيه؟ قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، إذا تكلمت أطعناك وإذا أمرتنا سمعناك. قال لهم لا هكلمكم ولا هسلم عليكم ولا هشتري وبيع منكم ولا هتجوز منكم. قالوا له ليه؟ قال لهم إلا أن تؤمنوا بالله ورسوله. كل أهل المدينة قالوا آمنا بالله ورسوله. الله أكبر. الكلام ده كله في إيه؟ الراجل ده مدة إسلام ودقيقة. الراجل ده مش حافظ سورة الفاتحة. الراجل ده لا يعرف أي شيء في الإسلام غير الكلمتين اللي هو سمعهم من مصعب بن عمير، وخرج دخل أهل المدينة كلهم في الإسلام. مصعب لما سعد بن معاذ دخل في الإسلام بعت للنبي صلى الله عليه وسلم قال أسلمت المدينة يا رسول الله، ائتي إلى المدينة فالناس تتقطع قلوبهم شوقا إليك من كلامي عنك يا رسول الله. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المسلمين بالهجرة من مكة إلى المدينة. وبعد كده جت الوقت اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم هيهاجر فيه من مكة للمدينة. ممكن نكمل هجرة بقى النبي صلى الله عليه وسلم ذات نفسه من مكة للمدينة بكرة بإذن الله، بس هيبقى بدري شوية معلش. هنخليها مثلا
يعني لو امكن يا ريت بعد اذنكم وقولوا لي برضو رايكم في الميعاد. 11 ونص الناس قالت لي متاخر قوي، وانا بصراحه ما اضمنش الكهرباء في الوقت ده اليومين دول. فخلينا قبل العشاء بكره يا ريت بعد اذنكم لايف هنكمل بقيه قصه هجره النبي صلى الله عليه وسلم، هجره النبي ذات نفسه بقى من مكه للمدينه ان شاء الله. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.